اهلا وسهلا بيكم يا اصحابي في فيديو جديد. معاكم احمد موسى. النهارده هنتكلم عن قصه حقيقيه ومرعبه عاشها النجم احمد رزق، الفنان الكبير اللي كلنا بنحبه وبنتفرج على افلامه ومسلسلاته. بس الحكايه اللي هنقولها النهارده مش عن مشواره الفني، دي حكايه عن تجربه الفنان احمد رزق لما اجر شقه وقت لما كان بيدرس في المعهد، وطلعت شقه مسكونه من جنيه عجوزه مرعبه. بس قبل ما نبدا اتاكد انك مشترك في القناه عشان يوصل لك كل جديد. يلا بينا نشوف ونعيش مع بعض قصة من القصص اللي ممكن تغير نظرتنا للأمور حوالينا. استعدوا وخليكم معانا. بيبدأ الفنان أحمد رزق بحكايته وبيقول: أنا طول عمري بعيد تماما عن العالم الآخر وعمري ما فكرت فيه، ومش مؤمن أبدا إن في جن والأمور دي، لحد لما حصل معايا موقف عمري ما أنساه في حياتي وغير نظرتي تماما عن العالم الآخر ده. بيقول الفنان: الموقف ده حصل معايا لما اتخرجت من الثانوية وقررت اروح معهد فنون مسرحية. وقتها فضلت ادور على شقة جنب المعهد لحد ما لقينا شقة انا وصاحبي خالد اللي قرر كمان يسكن معايا عشان نقدر نسد المصاريف مع بعض، كل واحد يدفع نص المبلغ ونخفف على بعض. ولحسن حظنا او خلينا نقول لسوء حظنا وقعنا في شقة كانت قريبة جدا من المعهد، وقابلنا الراجل صاحب الشقة وفرجنا الشقة، وكانت 4 أوض وفرجنا بس على 2 عشان التانيين كانوا مقفولين بقفل. وبصراحة الشقة عجبتنا قوي، بس استغربنا من حاجة: هو ليه الغرفتين دول مقفولين كده وكمان مقفولين بقفل؟ يا عم محمد انت فرجتنا على الشقة كلها، بس ليه ما جبتلناش سيرة الأوضتين دول وقافلهم بقفل ليه؟ في حاجة؟ وبالمناسبة صاحب الشقة بنقوله: يا عم محمد. المهم رد علينا وقال لنا: يستحسن ما تقربوش من الأوضتين دول عشان شايل فيهم حاجات غالية ومهمة جدا. وقلنا له تمام مفيش مشكلة. وبيحكي الفنان أحمد رزق: مر 4 أيام والدنيا تمام، لحد اليوم الخامس كنت راجع من المعهد، لقيت خالد وواحد صاحبه في الشقة. دخلت سلمت عليهم ورحبت بيه ودخلت غرفتي عشان ارتاح شوية. لقيت خالد صاحبي بيقول لي: يا رزق، الراجل اللي قاعد بره ده هيدخل شركة معانا في الشقة، وهو بدل ما الإيجار يتقسم على 2 يبقى على 3 ونريح بعض عشان ظروفي الفترة دي مش أحسن حاجة. طبعا الفنان أحمد رزق اتضايق من المفاجأة، بخصوصا إن خالد صاحبه ما قالوش الكلام ده غير في نفس اليوم، ومع ذلك مرضاش يضغط على صاحبه خالد بسبب ظروفه المادية اللي مش تمام. وقال لخالد صاحبه: تمام مفيش مشكلة. وقال له صاحبه: مفيش غير غرفتين بس والتانيين مقفلين، هقعد فين؟ فخالد قال له: يا عم أنا كسرت في الأوضة منهم ولقيت مفيش فيها أي حاجة، زيها زي الأوض بتاعتنا، سرير ودولاب، بس الفكرة مفيش فيها شباك بس. معرفش الراجل بقى بيقول لنا عاملها مخزن وبيشتغلنا ليه. فقال له الفنان: يا عم خالد خلاص تمام مفيش مشكلة، بس لو صاحب الشقة جه وقال كلمة أنا مش مسؤول. قال له: ما تخافش، يوم لما الراجل يروح الكلية بتاعته هبقى أحط لها القفل تاني ومش هياخد باله. وقال للفنان أحمد رزق: خلاص قشطة مفيش مشكلة. وبيحكي الفنان: مر يوم ولقيت صاحب خالد بيخبط عليا الساعة 3 بالليل وأنا قاعد في غرفتي. على فكرة يا أحمد، لو مش عاوزني أقعد معاكم في الشقة تقول لي، بس ما تعملش الحركات الطفولية دي. ده منظر. ولقيته بيوريني قميص مقطوع كأنه مقطوع على حد. فقال له الفنان: يا عم اهدى بس، انا استحاله اعمل الحركات دي، ثم انا لو مش عاوزك تقعد معانا في الشقه كنت هقف ليه اصلا؟ اهدى بس وروق. ولقيت خالد صحى من النوم: يا راجل عيب، احمد ملوش في الحركات دي. والراجل لما سالته كان مرحب والدنيا هدت، والراجل اعتذر وقال له يمكن سوء تفاهم. ومر يومين وبيحكي الفنان احمد رزق: لقيته قاعد في الصاله وقاعد منهار تماما وماسك الراديو بتاعه وهو كانه جبنه سايحه. بيقول الفنان: ايه ده وايه اللي حرقه كده؟ فقال له الراجل: الراديو بتاعي اتحرق، تفتكر بسبب ايه؟ وهو بيبص للفنان نظرة شك. فقال له الفنان: يا عم اقسم بالله العظيم ما عملت حاجة، ثم انا بصراحة شاكك في حوار الأوضة دي وليه مقفولة، احس في سبب اخر لقفلتها، شكلي وراها حاجة مش تمام واكيد انت فاهم قصدي. الراجل سمع الكلام ده وقال لنا: خلاص يا رجاله اعذروني، انا مش هقدر اكمل هنا، وتوكل على الله وقفلنا الأوضة تاني. بيقول لي الفنان احمد رزق: مر 4 أيام وقتها كنت راجع الشقة أنا وصاحبي الفنان محمود عبد الغني، وفضلنا نتدرب على مشهد كان مطلوب مننا في المعهد، وفضلنا نتدرب لحد ما الساعة جت 5 الفجر. وقتها محمود قال لي: أنا أتوكل على الله. فقال له الفنان أحمد رزق: ما تبات يا محمود، وكان وقتها قصدي بقيت في أوضتي. فقال لي: خلاص تمام، مش انتوا ما عندكم أوضة تانية؟ هبيت فيها النهاردة وخلاص. بما إن الوقت اتأخر فبصيت لخالد وغمز لي وهز راسه إنه موافق ما عندوش مشكلة، وأخدت المفتاح وفتحت الأوضة لمحمود ودخل، وكل واحد راح على سريره عشان ينام. بعدها بساعة تقريبا بيقول الفنان أحمد رزق: لقيت صوت محمود وكأنه بيصرخ. أنا وخالد جرينا عليه: في إيه؟ ولقيت محمود منهار تماما. فضلنا نهديه طلعنا الصالة. بيقول لنا فجأة وانا نايم سمعت صوت خطوات كعب بتقرب مني، وفكرت حد منكم عاوز حاجة.
بفتح عيني لقيت ست شعرها ابيض ومنكوش ولابسه فستان اسود وماسكه مقص وبتقص لي قميصي. انا اتفزعت وصرخت لقيتكم داخلين عليا. وببص عليها تاني لقيتها اختفت. بيقول لي الفنان احمد رزق: انا بدات اترعب جدا وكل شغلي الشاغل اني قاعد بقول في نفسي اننا لازم نسيب الشقه. فقلت له: تعالى يا محمود هندخل مع بعض الاوضه ونقرا قران. فعلا قعدنا نقرا قران ودخلنا الاوضه. فقال له الفنان احمد رزق: خلاص يا عم محمود روح انت نام في اوضتي وهقعد انا النهارده. المهم قاعد في السرير وقاعد بفكر ان ممكن محمود يكون كان بيحلم مثلا، واختلطت عليه الامور وحسيت بحراره كده جايه من جنب اليمين وبلتفت لقيت نفس الست اللي قال عليها محمود لابسه فستان اسود وعقد خرز كده وشعرها ابيض. وانا شفتها من هنا ورقعت بالصوت وطلعت اجري. محمود وخالد لقيتهم صحوا وفكروني الاول اني بهزر وبتريق على القصه بتاعت محمود. فقال لي محمود: يا عم بطل هزار، لقيتنا. وقلت له: والله العظيم شفتها نفس الست. ولما ذكرت حكايه العقد اللي محمود لما كان بيحكي لي ما ذكرهاش، قال لي: تصدق كانت لابسه عقد ونسيت اقول لك. وبيحكي الفنان احمد رزق: اخدنا شنطتنا ونزلنا جري على القهوه اللي كانت تحت العماره، واتصلت على عم محمد اللي اجرنا منه الشقه. ما انا قلت لكم ما حدش يفتح الاوضه دي عشان تخصني. قلت له: انا لازم اعرف ايه يا عم محمد، بتسكننا يا عم محمد في اوضه مسكونه؟ احنا هنهزر، ايه حكايه الاوضه دي؟ فقال لنا: دي بنت اخويا وكان عندها اعاقه ذهنيه وكانت بتقعد تكسر في الحاجات، وكنت بحبسها في الأوضة دي، ويوم لما تحب تروح الحمام بتقعد تخبط. ومرة من المرات قالت لي هروح الحمام، فتحت لها الباب، راحت جابت كبريت من المطبخ وراحت أوضتها وقفلت عليها الباب، قامت مولعة في نفسها بالكبريت وماتت في الأوضة محروقة. وبكده يا جماعة نكون خلصنا قصتنا النهاردة مع الفنان أحمد رزق والشقة المسكونة. قصة مليانة بالأسرار والمواقف اللي ممكن تخلي أي حد يفكر 100 مرة قبل ما يدخل شقة جديدة. القصة دي مش بس علمتنا نحترم العالم الآخر، بس كمان عرفتنا إن في أحداث في حياتنا ممكن تغير نظرتنا لكثير من الأمور. أحمد رزق مش بس فنان موهوب بيقدم أعمال فنية بنحبها، ده كمان شخص عاش تجربة قوية وشاركها معانا علشان ناخد بالنا ونتعلم منها. يا رب القصة دي تكون عجبتكم واستفدتوا منها، ولو عندكم تجارب مشابهة أو أي تعليقات أخرى ما تنسوش تشاركوها معانا في التعليقات تحت. ولحد ما نشوفكم في فيديو جديد خلي بالكم من نفسكم وما تنسوش تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. سلام يا أصحابي، وما تنسوش الدنيا مليانة بالأسرار ومفيش حاجة اسمها مستحيل.